سؤال يا عمدة ونبي تجاوبني بصراحة. شكلك ليبي انت، ها؟ تحياتي ليك. الصناعية في البلاد العربية مع سيب مخلفات الشغل والكراتين وراها، هل الكلام ده موجود في أمريكي؟ بص يا صاحبي، أولا النظافة ونظافة الشغل ده ترجع للصنايعي، ومش كل الصنايعية واحدة. في بلادنا يعني في صناعية والله نظيفة قوي للأمانة يعني، وفي صناعية ما تسيب الدنيا سداح مداح. انا كنت في السعوديه، كانوا الباكستانيه والافغان يشتغلوا ورانا جيبس، كانوا يدعكوا الدنيا ويبوظوا لنا السيراميك كله. عامه في امريكي نظافه مطلوبه، ما تخليش الهواء. انا هوريك قدام البيت بس، اشتغلت مدخل صغير. شوف الصبه، تعال كده معاي. شايف ده مدخل انا عملته صغير قدام البيت اهو. شايف الاسمنتايه الماده دي لازم انضفها بالسكين. الصبه دي ممنوع تتوسخ الصبه دي. اما بالنسبه للكراتين، بيبقى في اكياس زي كده وتحط فيها الكرتونه زي كده. شايف؟ سوري يعني مع احترامي ليك، ما تحط فيها الكراتين. ولازم يبقى كل شغلك نظيف، ما فيش اي مشاكل. وهنا برضو نفس النظام، خلصت المدخل صورته قبل كده اني، وشوف برضو نفس النظام، اكياسه هاي ومعبايه جواها ايه الكراتين. كله لازم يبقى معبى ومرتب، ما فيش الهوا. وانا عملت فيديو قبل كده على نظافه الشغل، وحكيت كنت شغال في حديقه، ما فيش اسمنتايه تنزل على الزرع اللي هو النجيله اللي انت شايفها دي، ما فيش اسمنتايه تنزل عليه. نظافه مطلوبه جدا في امريكا. وبص الكراتين والورق انت معبقى بالاتفاق مع الكاستمر، طبعا هي لازم تتعبى في اكياس وما تخليش حاجه وراك. الكاستمر دفع فلوس، ما تشيلها انت لما تخلص شغل وترميها بالوزن في مكان مخصص ليه. لا ما دفعش فلوس ومش هيحاسبك عليه، تسيبها له، بس تسيبها له معبايه في اكياس وهو يتصرف فيه. لكن تسيب حاجه وراك لا طبعا، ما فيش الكلام دي. تحياتي ليك.